هذه أبرز العناوين. سفيان الشعراوي: نمتلك أفضل فريق وأروع مدرب في العالم ونسعى للتتويج بالمونديال فوتسال. في خطوة مفاجئة، وليد الركراكي يقرر استدعاء 3 لاعبين جدد لمباراتي الغابون وليسوثو في الاستعدادات القادمة. مدرب فيورنتينا يحسم في قرار مستقبل الدولي المغربي سفيان مرابط بعد رغبة الأخي في الرحيل عن صفوفهم. فيصل فصل يكشف رسميا عن هوية فريقه الجديد بعد رحيله عن صفوف الوحدة السعودي. قبل ما نبداو ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما أخبار المغرب. عبر سفيان الشعراوي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة عن رغبته في التتويج بكأس العالم، مبديا احترامهم وإعجابهم الكبير بالمدرب هشام تكيك قائد سفينة مسرارة. وقال الشعراوي في حوار مع الموقع الرسمي للفيفا: 50 انتصارا متواليا، أعتقد أنه كان لا يصدق. لم نلعب أو لم نكن نلعب ضد فرق صغرى، بل ضد إيران والأرجنتين وإيطاليا وفرنسا. لقد كان مميزا حقا. نحن نتدرب كثيرا ونعمل بجد حقا، والمدرب يوجهنا لكل مباراة. نريد الفوز في كل مباراة، لكن بالطبع لا تعتقد أبدا أنك ستخوض 50 مباراة بدون هزيمة. من الصعب تصديق أننا حققنا ذلك. وواصل بالقول: بدأ المدرب شيئا ما منذ 10 أو 15 عاما. لقد عانينا كثيرا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. يعود الفضل في تحقيق هذا الهدف إلى كل العمل الشاق الذي تم بذله على مدار فترة طويلة. أعتقد أننا في العامين الماضيين أظهرنا حقا ما يمكننا القيام به. لدينا فريق رائع يضم لاعبين رائعين. بالنسبة لي نملك أفضل مجموعة من اللاعبين في العالم والمدرب رقم 1 في العالم. نحن متحمسون جدا لكأس العالم القادم. أعلن وليد الركراكي مدرب الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم عن نيته لإضافة لمسة شبابية على تشكيلة المنتخب الأول، وذلك من خلال استدعاء مجموعة من اللاعبين الواعدين للمشاركة في المعسكر التدريبي القادم، والذي سيعقد في المركز محمد السادس بالمعمورة استعدادا لمباراتي حاسمتين أمام الغابون وليثو في تصفيات كأس إفريقيا 2025 التي تستضيفها البلاد. من أبرز الأسماء التي من المتوقع أن تنضم إلى قائمة المنتخب الوطني اللاعبان الشابان خليل فياض لاعب وسط ميدان نادي مونوبول الفرنسي، وآدم أزنو الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ الألماني. وقد لفت هذان اللاعبان الأنظار بقدرتهما المميزة وأدائهما الرائع في الفترة الأخيرة، مما جعلهما خيارا مثاليا لتدعيم صفوف المنتخب الأول. بالإضافة إلى فياض وأزنو، يعتزم وليد الركراكي استدعاء عدد من اللاعبين الذين تألقوا بشكل لافت في أولمبياد باريس 2024، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني المغربي والاستفادة من طاقم حيوي. من أبرز هؤلاء اللاعبين زكريا الوحدي المحترف في صفوف نادي جينيتا البلجيكي، والذي يعد خيارا مثاليا لتعويض الغياب المتوقع ليحيى عطية الله الذي انتقل مؤخرا إلى النادي الأهلي المصري. من المتوقع أن يشهد معسكر التدريبي للمنتخب المغربي القادم تغييرات جوهرية في تشكيلة الأساسية، حيث سيقوم الركراكي باستبعاد بعض الأسماء التي كانت تعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل منح فرصة للاعبين جدد لإثبات جدارتهم وقدراتهم بالمشاركة مع المنتخب الأول. علق مدرب نادي فيورنتينا الإيطالي رافائيل بارادينيو على وضع مستقبل النجم المغربي سفيان مرابط مع الفريق
مبديا رغبته في الاستفادة والاستمرار والاشتغال معهم في الموسم الحالي. وتحدث مدرب فيورنتينا رافائيلا في تصريحات لمصادر إعلامية إيطالية عن سفيان أمرابط قائلا بشأنه: إنه أحبه كثيرا، إنه لاعب جيد جدا، لقد أنشأنا علاقة رائعة معا، إنه شخص ذوي قلب صادق. وتابع: لقد أرسلنا إشارة إلى نادي فيورنتينا، وأكد أنه جاهز منذ اليوم الأول. الشائعات الانتقالات طبيعية، إنه لاعب بمستوى جيد، وهو والنادي من سيتخذان القرار بشأن مستقبلها شخصيا. آمل أن أتمكن من مواصلة العمل معه وتدريبه، لأنه لاعب رائع وأحتاجه داخل الفريق. كانت تقارير صحفية قد أوردت أن سفيان أمرابط يحظى باهتمام أندية أوروبية عديدة، بيد أن القرار يبقى بيد فريقه المالك لعقده. أعلن نادي التعاون السعودي في الساعات المتأخرة من ليل اليوم تعاقده مع اللاعب المغربي فيصل فجر في صفقة الانتقال الحر بعد انتهاء ارتباطه بالوحدة الصيف الجاري. وحسب الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع إكس، فقد أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة سعود بن أحمد راشودي إجراء التوقيع مع اللاعب فيصل فجر لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. كانت إدارة النادي القميصي قد اتفقت مع فيصل فجر بعد المفاوضات بينه والغاني برناندو مينيسا والبرتغالي توزي لاعبي وسط الطائي والحزم السابقين. وبات فجر البالغ من العمر 36 عاما ثالث لاعب مغربي يحمل قميص التعاون السعودي في دور المحترفين الذي انطلق في 2008 بعد صلاح الدين عقال ومنير الحمداوي. انسحب ليو ميسي من صفوف المنتخب الأرجنتيني خلال مشواره في تصفيات القارة الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، في ظل استمرار تنافيه من إصابة في الكاحل لحقت به في نهائي كوبا أمريكا. غادر ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأمريكي الملعب بعد مضي ساعة من مباراة التي فاز فيها المنتخب التانغو على نظيره الكولومبي بهدف دون رد في نهائي كوبا أمريكا الشهر الماضي. ولم يشارك النجم الأرجنتيني ميسي في المباراة كل نجوم الدوري الأمريكي بسبب الإصابة في رابطة الكاحل الأيمن دون تحديد موعد عودته للمباريات.